تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ميدو خرابه بيتوعد جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه ان هو هيجيب شركه عالميه تعد جماهير نادي الزمالك كان في مصر، اللي هو بيزعم ان جماهير نادي الزمالك في مصر عددها 45 مليون. ميدو جاب منين هذا الاحساس او هذا اليقين او هذا الرقم؟ ما تفهمش، ولكن هو قرر ان هو يجيب شركه عالميه، وكان في واحد معاه الهوا بس قال له في الحلقه بس الموضوع ده يكون بشكل سري، علشان لو النادي الاهلي عرف هيدخل يتدخل ويغير الارقام. تخيل يا فندم، ده طرح اعلامي في قناه المحور ان النادي الاهلي لو عرف العدد الحقيقي لنادي الزمالك في مصر هيتدخل ويغير الارقام، فاحنا هنعمل الموضوع ده بامر او بشكل سري. واتكلم على الرعايات، واتكلم على البث التلفزيوني، ومش من حق النادي الاهلي ياخد 100 مليون بث تلفزيوني، ولا نادي الزمالك المفروض ياخدوا ارقام اقل من كده، والارقام التانيه تروح للفرق الغلبانه اللي ما حدش اصلا بيتفرج عليها بالمناسبه، يعني زي انبي اللي ملوش جمهور، زي بتروجيت اللي ملوش جمهور، زي بيراميدز اللي ملوش جمهور الى اخره. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ميدو قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى علشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ميدو وهو بيهبط، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. اللي انا راهن ان هو لا يمكن ابدا يقل باي حال من الاحوال على 45 مليون. عايزك تقول لي لو انا عايز احسب جمهور الزمالك في مصر، اللي انا راهن ان هو لا يمكن ابدا يقل باي حال من الاحوال على 45 مليون. تمام؟ لو انا عايز احسب الحسبه دي هبدا ازاي؟ في شركات هتحاسب النهارده بتعمل طب ما تجيب لي هكلفني كام الموضوع ده؟ انا بجد عامل مش مبلغ كبير. لا مش مبلغ كبير والله، مش مبلغ كبير. انا عايز ابدا الموضوع في ابحاث النهارده بتعمل حاجات زي استفتاءات وحاجات كده، فبتاخد سامبلز كبيره على حسب عدد حجم السامبل، بتاخد سامبل كبيره من كل مكان جغرافي ومن كل سيجمنت ومن كل اعمار، وتقدر تحسب النسبه في مصر كلها. الموضوع ده بشكل سري عشان الاهلي لو سمع عن الموضوع ده هيبتدوا يلعبوا في الموضوع ده. والله العظيم مش بهزر، والله الحل موجود للزمالك وللاهلي وللاسماعيلي ولكل الناس. انا نفسي اعرف الموضوع ده عشان افك الديبيت ده وافك القصه دي، لان كل واحد بيصحى الصبح يزود 10 مليون، بيحلم ب 10 مليون زياده او يعني بينزلنا شويه. انا عايز احل القصه دي. نفسي اجيب شركه كبيره، بس الشركه دي تكون اجنبيه. بكره الصبح مش شركه مصريه. بكره الصبح بجد والله. يعني ينفع تحسب لي زملكاويه كام؟ والله العظيم. طب الزملكاويه والاهلاويه واسماعيليه؟ لا انا عايز اعرف الزملكاويه بس دلوقتي. تمام. ما انا بناء على الزملكاويه اعرف حاجات كتير. تمام بس صح ينفع؟ بكره والله، بكره الصبح نجيب شركه تحسب الكلام. هنشتغل على الموضوع ده، خلي بالك ده هيبقى موضوع حصري جامد جدا في الريمونتادا. انا بس عايز اقول لك على حاجه. طبعا هتاخد مني قد ايه وقت؟ لا تاخد كتير. شهر شهرين، يعني من شهر لشهرين على حسب حجم السامبل. بس مش هتقول لنا يعني بالظبط، هتقول لنا يعني ايه قريب. انت تقدر تقول البوبيليشن بتاع مصر قد ايه بالظبط؟ لا مفيش حد يقدر يقول. يعني تديك انديكيشن يعني بالظبط. تقول لك مؤشرات، يعني مؤشرات بنسب يعني على الاقل، فتقدر تحسب. والله انا اتمنى الموضوع ده، واحده من المشاريع اللي انا هقدمها هديه للزمالك ان شاء الله، ان انا اتمنى المشروع ده. خلاص مش غالي قوي يعني. لا هنراعي ان انت اللي بتساعد. لا وهم كمان الشركه هتستفيد ان هي تعمل حاجه، يعني هتبقى اكبر اعلانات ليها ان هي تعمل حاجه طبعا بالظبط. على فكره ده فرصه للشركات دي انها تدخل المجال الرياضي. مفيش حد كتير بيشتغل. خلاص من بكره هنشتغل على الموضوع ده، يعني نحاول ان احنا نشتغل عليه. يعني كنت عايز اقول وارجع حضراتكم، يعني برضه انا برجع لموضوع حقوق بس لانه مهم، وتوزيع حقوق بس. هوريكم بس يعني ايه الانديه او الدوريات الاوروبيه والدول اللي سبقتنا في الكوره بسنوات كتير شغالين ازاي. عايز ابدا بالدوري الاسباني وتوزيع حقوق البث التلفزيوني في لا ليجا بموسم 2021 2022. هتلاقي ان نادي ريال مدريد حصل على 160 مليون، برشلونه 159 مليون بوينت 9، يعني تقريبا فرق نص مليون، يعني مش مشكله. اتلتيكو مدريد 130، اشبيليه سيفيا 87، فالنسيا 69، سوسيداد 69، فيا ريال 67. ده يا جماعه اللي هي خلي بالكم ده مش الرعايه، ده التي في ال، ده الحقوق بس. اتلتيكو بالباو 66، فيتيس 65، اسبانيول 54، ختافي 54، سيلتا 53، جرانادا 51، اوساسونا يعني 51 برضه يعتبر 50، ديبورتيفو الافيس 49، واقل نادي ريال مايوركا 45. يعني الفرق ما بين اقل نادي واكبر نادي اللي هو 160 حوالي التلت. صح؟ ده خلي بالك، ده الدوري الاسباني اللي مدي حقوق للانديه كبيره قويه جدا. ده في دوريات الفرق اقل من كده بكتير. الفرق ما بين الدوري الانجليزي مثلا، الفرق ما بين اول واحد واخر واحد خلينا يا عم نحلم لمسات الدوري الاسباني. يعني النهارده لو خلينا نقول اللي انا اعرفه ان الاهلي بياخد 100 مليون في السنه،
من حقوق البث، والزمالك بياخد 70 صح؟ واللي انا والاتحاد يعني في الاتحاد بياخد 30، الاسماعيلي بياخد 30 تقريبا صح؟ تقريبا يعني اللي انا دي معلوماتي يعني. والانديه الصغيره هتلاقيها بتاخد بقى ايه؟ 10 كده 8. في نادي بياخد 100 ونادي بياخد 70 ونادي بياخد 10. فلازم الموضوع ده يتعدل شويه، يعني لازم يعني ايه بالذات مع الظروف بتاعت الانديه بتاعتنا. انا في رايي انا في رايي ايه؟ الزمالك والاهلي مش محتاجين الفلوس بتاعت تي في ام دي الحقوق بس دي زي الانديه الثانيه طبعا، فلازم الانديه الثانيه تستفيد من شعبيه الاهلي والزمالك، لان الاهلي والزمالك عندهم موارد ثانيه كتير، عندهم محلات وعندهم عضويات وعندهم فروع وعندهم، انما الناس دي غلابه. خلينا اقول لك بطريقه اكتر بقى افضل بقى كمان بكتير. النادي الاهلي والزمالك محتاجين ان حقوق البث دي تتوزع على محتاجين ان حقوق عشان الدوري يبقى كويس زي ما حصل في الفيلم بالظبط. الاهلي والزمالك هم اللي محتاجين الانديه تبقى قويه. بس في ناس من الجمهور عندنا لما بقول لهم كده بيهبوا فيا كاني مثلا ايه غلطت في حاجه يعني مهمه يعني، مع ان الكلام بسيط يعني والله بقول يعني الاهلي والزمالك عندهم موارد الرياضه بتصرف على النادي، بتصرف على حاجات بتاع، لكن داخل له 120 مليون جنيه، داخل له عوائد ثانيه كذا، داخل له انما الناس الثانيه لا عندهم انديه اجتماعيه ولا عندهم موارد ولا عندهم اي حاجه. الزمالك بيخش لهم محلات، بيخش لهم من كذا، بيخش لهم من الرعايه، بيخش بس الحقوق بس. انا في رايي هتقول عليا مجنون يعني، انا في رايي ان لازم الاهلي ياخد 15% والزمالك ياخد 12% والانديه الجماهيريه تاخد 50%، كلهم مع بعض ياخدوا 50%. ده انا بقول بحق ربنا دلوقتي. والانديه الخاصه تاخد يعني بتتكلم في 50 15 و12 فبتتكلم في 78 صح بس صح، يبقى في 22% تروح للانديه الخاصه. يبقى انت كده عملت في عدل ربنا كده انت، لان الاهلي والزمالك عندهم موارد ثانيه. فتيجي النهارده انت دلوقتي لو عارف، لو عملت الحسبه دي، لو انا حسبت لك الحسبه ان التي في بتاع الدوري المصري في السنه بيعمل مثلا 300 مليون، ده معناه ان الانديه الجماهيريه ممكن تاخد 150. طبعا احنا هنعلق على الكلام اللي قاله ميدو ككل، ولكن انا عايز بس اقول له حاجه قبل ما انساها لما ارجع لكم في اللايف بتاعنا. التوزيع البث في اسبانيا على 3 مرات، مش مره بالتساوي، مره بترتيب الفرق في اخر الدوري، ومره بترتيب بيع التذاكر والحصول حصول الفرق على الخصخصه. في الفرق الشركات، مفيش فرق شركات هناك، وهناك مؤسسات. يعني لما يعني زي عندنا كده مثلا في طلائع الجيش وفي الشرطه وفي اتحاد الشرطه وفي، لا المفروض الانديه دي اصلا تندمج في فريق واحد وتتباع وتتخصخص. ليه؟ طبعا انا ما بدعوش للخصخصه بتاعت الانديه عشان اقول لك دي شركات وما ينفعش الفرق بتاعتنا تتباع الى اخره، ولكن انا بوري لك اللي انت بتقارن على اسبانيا. انا بوري لك ان في اسبانيا الفرق متخصصه، الفرق بتاعت اشخاص، بتاعت ناس، وفي نفس الوقت مفيش مثلا الجيش وطلائع الجيش، انبي وبتروجيت وبترول اسيوط، مفيش كده، لا في دمج للفرق. والفرق دي يعني بيتم طرح اسهمها، بيتم طرح تذاكر بتتباع. فكونك ان انت تقارن ان الدوري المصري بالدوري الاسباني بالدوري الايطالي بالدوري في حقوق البث، فده غير صحيح تماما. لان احنا عندنا مثلا في انديه ملهاش شعبيه خالص، بأمارة ايه تاخد فلوس واصلا ما حدش بيتفرج على مبارياتها. ما تروحوش في اي مكان، عشان احنا هنرد على ميدو في موضوع عدد جماهير نادي الزمالك والاحصاء اللي هو عايز يعمله، وكمان البث التلفزيوني والرعايات اللي هو اتكلم عليها في السابق. ما تروحوش في اي مكان، لسه الفيديو بتاعنا مكمل. زي ما حضراتكم سمعتوا ميدو وعايز البث وحقوق البث تتوزع بالتساوي، او النادي الاهلي ياخد اقل ونادي الزمالك ياخد اقل بايه، بحاجه بسيطه علشان ندي الانديه الباقي. طيب يا ميدو دي حاجه تسويقيا، مش حاجه لها علاقه باتحاد الكوره. اتحاد الكوره او اتحاد اللعبه هو المنوط ان هو يوقف الانديه على رجليه، ووزاره الرياضه اشرف صبحي مخصص كل فلوسها لنادي الزمالك فقط، ويتجاهل الانديه الاخرى اللي محتاجه فلوس. دي مش شغله البث التلفزيوني ان هو يصرف على الانديه الاخرى، ده شغل تسويقي. انا دلوقتي بعمل اعلانات في التلفزيون، نسب مشاهده الاعلانات دي بتبقى عاليه في ماتشات ايه؟ في ماتشات الاهلي او في ماتشات الزمالك او في ماتشات الاسماعيلي. ده بيبقى مقياس ان النادي ده ياخد اعلى نسب مشاهده. هتقول لي ما قناه الزمالك او مباريات الزمالك بتجيب بث مباشر كبير علشان في جماهير النادي الاهلي تتفرج على
الزمالك. يعني انت كده بتقول طبعا الكلام ده قال سابقا مش في الحلقه دي، ان جماهير حتى اتقالت من خالد الغندور، قالت ان الجماهيرين بيتفرجوا على مباراه النادي الاهلي لما بيبقى بيلعب، الجمهورين بيتفرجوا على مباريات نادي الزمالك لما الزمالك بيبقى بيلعب. ولكن انا عايز اقول لك حاجه بخصوص نسب المشاهده. لما في اوقات بيذيعوا مباراه للنادي الاهلي وفي اوقات بيذيعوا مباراه نادي الزمالك، نسب مشاهده في توقيت واحد، نسب مشاهده مباريات النادي الاهلي اعلى بكتير من نسب مشاهده مباريات نادي الزمالك. والاعلانات اللي بتكون موجوده، الرواج اللي فيها والمبيعات، ما هو المسوق ده مش بيعلن فقط ونسبه مشاهده فقط، لا ده كمان تسويق، ان هو بيبيع اكتر لما بيحط المنتج بتاعه على فيلم اكتر، ولا على مباراة، ولا بين الشوطين او برنامج الى اخره. كونك ان انت عايز تدي الفرق كلها زي بعض، او تدي النادي الاهلي جزء ونادي الزمالك جزء والباقي يروح للانديه، انا عايز اقول لك وتقول لي ده النادي الاهلي عنده كذا وكذا 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 وكذا. هو انت ناسي ان النادي الاهلي عنده العديد من اللعبات، ممكن ما تلاقيش اللعبات دي موجوده في نادي اخر. يعني النادي الاهلي عنده سله زي الزمالك، النادي الاهلي عنده سله وطايره وباسكت وعنده العاب فرديه وتنس طاوله، وعنده سباحه، عنده مزيد من اللعبات، وبيصرف على قطاع كبير. فالنادي اللي عنده لعبه واحده اللي هو مثلا كره قدم بيصرف على كرة القدم فقط، لكن النادي الاهلي والنادي الزمالك بيصرفوا على يعني قطاع عريض من اللاعبين. فدي يعني حاجة يعني غبية المفروض ما تطلعش منها. اما الجزء الاهم وهو طبعا هندخل في الرعاية برضو، ندخل في الرعاية وبعد كده نرجع لموضوع الاحصائية والجماهير. بص يا ميدو، الراعي هدفه ايه؟ هدفه المكسب، ملوش دعوة ده اهلي ده زمالك ده اسماعيلي. انا راعي معايا فلوس، عايز احط قرش اكسب 10. زي وانا هسترجع مقولة المرحوم مرسي عطله لما قال احنا كنا في الاهرام بنكسب اضعاف مما بناخد من النادي الاهلي، وده زملكاوي كان رئيس لنادي الزمالك قبل كده. اذا النادي الاهلي لو بيتصرف على قرش، اللي بيصرفه او اللي بيدفع بياخد 10 اضعاف من النادي الاهلي. الراعي يا ميدو هدفه هو الربح في المقام الاول. انا بحط فلوسي على فرس ربحان او حصان بيربح علشان اخد فلوس، مش عشان حبا في هذا النادي او كرها في هذا النادي الاخر، لا. والدليل على كلامي ان في رعاة ورجال اعمال زملكاويه حطوا فلوسهم على نادي الزمالك لمده 6 شهور وخسروا كتير وسحبوا الرعايه بتاعتهم وما بقوش. يعني حتى بمناسبه التسويق والرعاه، الشركه الراعيه برزنتيشن قالت لمرتضى منصور خد سوق لنفسك، ما عرفش يسوق لنفسه، راحت لحقته في الاخر قبل ما يقع، لان دي مؤسسه من مؤسسات الدوله. ولكن لما الراعي زي ايه؟ زي العريس لما بيبقى رايح يتقدم لواحده وبيسال عليها، او الست بتسال على الراجل ويلاقوا انه سمعته وحشه، انه فيه وفيه وفيه وفيه، بيقولوا لا ستوب. عندك في نادي الزمالك يا ميدو لما يجي كاس السوبر وفي الرعاة منتظرة المنتجات بتاعتهم او الشركة الراعية تظهر على تيشيرت نادي الزمالك في محفل كبير هيشوفوا عدد جماهير مش قليل، ويجي مرتضى منصور يقول لك لا انا مش هلعب. يا عم ازاي يا عم؟ ده في رعاة وفي وشركات تسويق. لا مش لاعب، مش عايز اروح. ليه يا عم؟ عشان كهرباء اللي حاطه صح. يا عم ايه؟ طب وذنب الراعي الغلبان ايه اللي حاطط فلوسه وبيرعاك وبيدي لك فلوس؟ لا 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 لا. طب بذمتك يا ميدو حركة زي كده اتكررت مرة واثنين وثلاثة، تفتكر الراعي هيستمر مع نادي الزمالك؟ هيطفش من نادي الزمالك. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا اتكررت في موضوع الاتوبيس، اتكررت في موضوع ده حتى يعني مرتضى قال الموضوع اغنية سطلانة لو اتقالت من لاعبي النادي الاهلي انا بطالب اللعيبه بتاعتي تنسحب من المباراة. طيب بذمتك انا لو راعي، بلاش انا، لو انت راعي تحط فلوسك على نادي الزمالك وتخسرها وترجع تحط تاني؟ مستحيل. بالعقل وبالمنطق. اي راعي محتاج استقرار اداري، هدوء، احترام في التعاملات. النهارده انا معايا فلوس هديلك، بكره لا مش خلاص يا عم انا مش لاعب الماتش ده. مفيش راعي عاقل يعمل كده، ومفيش راعي عنده فلوس عايز يرميها في الارض. ولكن
ميدو بيتكلم في حتة تانية لوحده خالص. نيجي بقى للشق الأهم وهو عدد الجماهير في مصر. بص يا عم ميدو، مركز بصيرة للإحصاء طلع إحصاء إن عدد جماهير النادي الأهلي في مصر، الكلام ده من كذا سنة، 75 مليون، ونادي الزمالك في حدود 20 15 حاجة زي كده، وباقي ما باقي أندية ما بتشجعش كورة وأندية بتشجع الفرق بتاعتها سواء المصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري إلى آخره. وفي ناس بتبقى مزدوجة التشجيع، يعني ناس مثلا إسماعيلاوية وبتشجع الزمالك، في ناس اسكندرانية بتشجع الاتحاد السكندري وبتشجع النادي الأهلي. ده مركز بصيرة اهو، اللي هو ايه بقى؟ مركز معلوم، مش بشكل سري، لا بشكل علني، مش انت عايز تعمل حاجه بشكل سري. والتاني يقول له في شهرين هيعرفوا. هتعرف من خلال ايه؟ من خلال تويتر او من خلال الفيسبوك؟ طب ما في ناس ما بتستخدمش مثلا تويتر وفيسبوك. دي لازم تبقى بشكل عشوائي في مناطق شعبيه كبيره. انزل السيده زينب، انزل مثلا العتبه، انزل مثلا في روكسي، انزل في اي مكان، انزل الشرقيه، انزل الصعيد من اول بني سويف لغايه اسوان، اعمل شكل عشوائي. طبعا انت مش هتقدر تنزل في القرى ولا النجوع ولا البلدان اللي هي الصغيره، هو صعب انك تحمل، بس بيبقى فيه يعني بشكل يعني عشوائي بيدي لك ايحاء. يعني مثلا اسوان يقول لك اسوان دي كلها اهلاويه، الشرقيه كلها اهلاويه، الصعيد بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، كل دول اهلاويه. فكونك ان انت يا ميدو مش عارف حجم جماهير النادي الاهلي وعايز تجيب شركه، دي عشان تقيسها لازم تجيب كذا شركه. بس احنا نتمنى يا ميدو ان انت تطلع لنا الاحصاء السليم. بس هقول لك على حاجه بسيطه يا ميدو، روح شوف مباريات النادي الاهلي ومباريات نادي الزمالك في الكافيهات، عدد جماهير دول ودول قد ايه. روح في المدرجات شوف عدد الجماهير دول قد ايه ودول قد ايه، وانت هتعرف عدد شعبيتكم انتوا في مصر قد ايه وعدد شعبيه النادي الاهلي في مصر قد ايه. زي ما قلت لك في البدايه، الرعاه بيروحوا مش للشعبيه وبس، بيروحوا للاستقرار الفني والاستقرار الاداري والاستقرار الجمهور مش عامل مشاكل مع الاداره مش بتطلع تشتم الجماهير بتاعتها، بتطلع تشتم لاعبيها، بتشكك فيها. الراعي مش بيرمي فلوسه في الارض، المسوق مش بيرمي فلوسه في الارض. فلازم يبقى عندك نوع من انواع الاستقرار الاداري يا ميدو، علشان الراعي يروح لك ويدي لك فلوس علشان انت تقدر تستفاد وهو كمان يستفاد. لكن تطلع تهرول وتهرتل على الشاشه، ده مش في مصلحتك يا ابني. يا ابني مش في مصلحتك. عدد جمهور النادي، طبعا انتوا هتتجننوا، عايزين تاخدوا حقوق رعايه زي النادي الاهلي، عايزين تاخدوا حقوق تسويق زي النادي الاهلي. ما ينفعش يا ميدو حبيبي، ما ينفعش. والموضوع لا يقاس بالبطولات، في عده اشياء بتتحط جنب بعضها كده. اول حاجه شعبيه الفريق، تاني حاجه الاستقرار الفني والاستقرار ملوش دعوه بالفني، الاستقرار الاداري والاستقرار في التعاملات. مش النهارده بكلمه بكره بكلمه، النهارده مش هلعب ماتش مهم لا خلاص انا همشي، لا ما ينفيش الكلام ده. تاني حاجه البطولات في الاخر. يعني هقول لك على حاجه، طلع النادي الاهلي من النص كده، هات بيراميدز وهات الزمالك. لو الزمالك قعد 10 سنين ما يكسبش الدوري، وبيراميدز كسب الدوري 10 سنين، تمام؟ هل تتوقع في يوم من الايام ان بيراميدز ياخد حقوق تسويق اعلى من نادي الزمالك، او بس تلفزيوني اعلى من نادي الزمالك؟ لا طبعا، لان نادي الزمالك بطولاته وتاريخه اكبر من بيراميدز، شعبيه نادي الزمالك اكبر من بيراميدز. ملهاش دعوه بالبطولات قد ما ليها دعوه بحاجات تانية خالص بتتحط جنب بعض. الشعبيه، البطولات، الاستقرار الاداري، الاحترام في التعامل، الثبات على مواقف معينه. ما ينفعش ان انت تبقى رايح تلعب مباراه مهمه وفي راعي بيرعاني وتروح لا انا مش لاعب، لا اصل الاتوبيس عطل، لا اصل مش عارف قال حطه صح، لا اصل قال سطلانه. ما ينفعش. في امور بتقاس بيها هذه المسائل يا ميدو. الموضوع مش الناس بترمي فلوسها كده وخلاص، مش عافيه. طول ما مرتضى منصور موجود في نادي الزمالك هتلاقي الرعاة بتهرب من نادي الزمالك. ليه؟ علشان هو ما عندوش نوع من انواع الثبات الانفعالي، ان هو بيتعامل يعني المفروض يراعي يعني ظروف الناس دي. الناس جايه ترعاك وبتدفع لك فلوس، ما ينفعش انك تخسرها. ما ينفعش ان في مباراه تقول لا انا هنسحب، لا انا مش هلعب. الراعي قاعد على اعصابه، يا رب يلعب علشان الشعار بتاعي يبان، عشان الشركه بتاعتي تبان، عشان المنتج اللي انا بسوق له يبان في نادي الزمالك وعلى تيشيرت نادي الزمالك.
ولكن ميدو مش عايز يبقى فاطن لهذا الامر. احنا بنقول لميدو كمل يا ميدو، خليك في مين اكتر مين اقل، الشعبيه الجماهيريه، وسيبك من نادي الزمالك وحلول المشاكل بتاعت نادي الزمالك والعضويات المستثناه اللي ماليه نادي الزمالك والمشاكل والجمعيه العموميه والاستماره اللي كان مرتضى منصور بيمضي عليها بتاع التمرد دي اللي فشلت، محدش بيجيب سيرتها. قال لك ده في 50,000 عضو هيمضي عليها، وراح للاعضاء محدش راضي يمضي، فراح لكلكها كده وارمي في الدرج، خلاص محدش يجيب سيره الموضوع ده، اتنسى الموضوع ده. ارض 6 اكتوبر اللي واخدها من قرن فات محدش هيتكلم عليها وهتتساب كده، وبص يتنسي الموضوع. اقول لهم يا جماعه في مفاجاه النهارده المستشار هيعلنها. ايه يا ست المستشار؟ هنبني الاستاد الجديد بتاع نادي الزمالك. ايه برافو. بعد شهرين 3 يعيد نفس الجمله وانت ماشي في ديله يا ميدو. مبروك عليك مرتضى، ومرتضى مبروك عليه ميدو، ويا جماهير الزمالك مبروك عليكم الجوز. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي والسلام عليكم.